السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا فيديو جديد واقتراح جديد. كيف العاده كنتمنى نلقاكم هاد لا فيديو وانتم في احسن الاحوال دائما مع الوصفات الرمضانيه. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم مملحات بطريقه سهله وسريعه تخليك انك تحضري كميه اللي وفيره دفعه واحده بلا كثره المراحل، وايضا بلا كثره التوريق. كتحضروهم في وقت اللي وجيز كيجيو هائلين، لا في الشكل ديالهم ولا ايضا في المذاق، كيجيو لذاذ بزاف بزاف. فما عليكم غير تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير تكتشفوا معي جميع المراحل. طبعا اللي كيشوف القناه ديالي لاول مره مرحبا بكم، اشتركوا فيها بالضغط على زر الجرس. قبل ما ندوزو الطريقه ديال التحضير، فالله يجازيكم بكل خير الا عجبكم الفيديو. ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، ايضا تعليقاتكم محفزه فضلا منكم وليس امرا. على بركه الله، عندي 500 غرام من الدقيق الابيض مع كاس من دقيق القمح الصلب او الفينو، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من السكر حبيبات، ونصف كيس من خميرة الحلويات. كنخلطوا كل هاد النواشف مع بعضهم. ثم غادي نضيف ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. بالنسبة للخل كيخلينا أن هاد المسمنات يجيو مقرمشين وفي نفس الوقت مورقين. ثم غادي نجمع العجين ديالي بالماء، ماء عادي من الصنبور. غادي نضيف الكاس الأول وغادي نبدا هكذا نجمع باليد ديالي، ثم غادي نضيف الكأس الثاني. دائما الماء ديالكم ضيفوه بالتدريج لان نوعيه الدقيق كتختلف من دقيق الى اخر. المهم انكم تضيفوا شويه بشويه حتى كتحصلوا على عجينه اللي كتكون بهذا القوام هذا، عجينه اللي كتكون رطبه وفي نفس الوقت ما كتكونش كتلتصق باليدين. هنا مباشره بعد ما كنجمعها فكنغطيها بالبلاستيك ونخليها ترتاح لاطول مده ممكنه، ساعه او ساعتين على حسب الوقت اللي عندكم. في هذه المرحله غادي ندوز باش نقترح لكم هاد الحشوه، صراحه كتجي بنينه بزاف. وطبعا نتوما كيبقى لكم الاختيار. ففي مقلاة كنوضعوا القليل من زيت نباتيه او زيت الزيتون مع 2 حبات من البصل. بعد ما كنقطعوه هكذا الى مكعبات صغيره كنضيف له القليل من الملح هكذا باش كيتشحر لينا بسرعه. كنخلي هذاك البصل حتى كينزل. عاد كنضيف له باقي المكونات. عندي الفلفل الاصفر، الفلفل الاحمر، ممكن تضيفوا حتى الفلفل الاخضر اللي عندكم متوفر. بالنسبه لهاد الفلافل صراحه كتعطي مذاق زوين للحشوه. كنخليهم بدورهم حتى كيطيبوا حتى هما كيتشحروا مزيان مزيان. فكنضيف هنا تقريبا عندي 400 غرام من صدر الدجاج. بعد ما كنقطعوا الى مكعبات صغيره كنضيف التوابل اللي كتبقى على حسب الذوق. عندي ايضا الثوم. وكنبدا هكذا نخلط مزيان مزيان. كنخلي هذاك صدر الدجاج حتى كيطيب مزيان مزيان. كيف ما كتلاحظوا كيتشحر. عاد كنضيفوا له باقي المكونات. بالنسبه للتوابل نسيت ما قلت لكمش، عندي الخرقوم، الفلفل الاسود، الكمون، وعندي ايضا القزبور مطحون. ممكن تضيفوا حتى الفلفل الاحمر، فكيبقى لكم الاختيار. عندي هنايا شويه ديال الشعريه مع الزيتون الاخضر الراعي الرسمي لجميع الحشوات اللي كنديروا عاده في المملحات. عندي ايضا كميه من المعدنوس. صافي كنشحر كل شيء. عندي ايضا ملعقه صغيره من الطماطم مركزه. صافي الحشوه ديالنا كنخليوها حتى كتشحر وكتكون واجده. كنخليوها حتى كتبرد عاد كنخدموا بها. هنا مباشره بعد ما كيرتاح ليا العجين، انا خليته تقريبا ساعه ونصف. فمباشرة غادي ندوزو للطريقة ديال التشكيل. هنايا غادي نورقو بالنشا أي المايزينا. كنوضع كمية اللي قليلة على سطح العمل، وكنجيب هذيك العجينة كاملة، الكمية ديال العجين اللي عندي كاملة. فكنحاول أنني نبسطها دفعة واحدة، في مرة واحدة. كيف ما غادي تلاحظوا معي كل مرة كتلتصق لكم العجين مع سطح العمل، فحاولوا أنكم ترشوا هكذا القليل من النشا. كتبسطوها بهذا الشكل هذا، بشكل اللي مستطيل. وكتبسطوها حتى كتولي رقيقة. هنايا كنجيب الزبدة ديال التوريق من بعد ما كندوبها. تقريبا عندي 150 غرام من الزبدة ديال التوريق هي اللي كفاتني في هذه الكمية ديال العجين. كنضيف لها ربع كأس من الزيت النباتية كندوبها وكندهن بها الوجه ديال العجين كامله. ما كنخليه حتى شي بلاصه ما كنديرش فيها الزبده هكذا باش كيجيونا المسمنات ديالنا مورقين اكثر. وصافي هنا كنجي كنبدا هكذا نرولي العجينه ديالي بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهذه الطريقه صراحه سهله وممتعه في نفس الوقت. ما كتخليكش انك كل حبه او كل كويره تورقيها بوحدها، فكتورقيها دفعه واحده وكتقطعيها في وقت اللي وجيز، ما كتاخذش نهائيا الوقت. لا من بعد ما كنروليها كامله فكنجيب هنايا وكنقطع العجينه ديالي. كنحسب هنايا 4 ديال الاصابع وكنقطع العجينه بهذا الشكل هذا. في الاخير كنتحصلوا تقريبا، غادي نحسب معكم، عندي 3
3 6 3 9 يعني 10 ديال الأجزاء كنقطعهم بهذا الشكل هذا. وكنغطي على العجينه ديالي كنخليها حتى كترتاح تقريبا واحد الخمسة ديال الدقائق. وكنجيب هنايا القليل من النشا، كنجيب اول وحده شكلنا كنبسطها بشكل اللي تيكون مستطيل بسمك اللي تيكون رقيق بزاف بزاف. ضروري انكم ترقوا العجينه ديالكم باش كيجيكم المملحات ديالكم مقرمشين ومورقين في نفس الوقت، يعني حتى تقريبا يبدا يبان لكم سطح العمل. هنايا كنجيب الحشوه كنوضعها في الطرف ديال العجين بشكل اللي طولي، وكنبدا هكذا نشكل على شكل حربول او بوده بهذا الشكل هذا. كنوصل الى النصف وكنقطع العجينه ديالي. هنايا كنحاول انني نضغط على الجوانب باش ما كتخرجش لينا الحشوه ملي كطيب، وكنوضعها في لاطا ديال الفرن بعد ما كنفرش لها ورق الطبخ. يعني كل جزء كيخرج لينا جوج ديال لي بودان بهذا الشكل هذا. يعني كل جزء يعني او كل قطعه كتبسطوها بشكل مستطيل فكتخرجوا منها جوج ديال الحرابل، يعني كميه اللي وفيره ما شاء الله. صافي كنكمل بنفس الطريقه اخواتي. انا عطيتكم يعني يعني الطريقه بالضبط، وانتم غادي يعني تعتمدوها في الكميه ديال العجين اللي تبقات لكم. صافي هنا مباشره بعد ما كنكمل يعني بالحشو ديال العجينه كامله، فكندهنها بصفار ديال البيض اللي ضفت له بضع قطرات من صلصه الصوجا او بضع قطرات هكذا من الحليب او الخل اللي عندكم متوفر. كدهنوا مزيان مزيان المملحه ديالكم من الوجه من الجوانب باش كيجيوكم محمرين. بالنسبه للطريقه ديال الطهي مهمه جدا باش كيجيوكم هاد المملحات مقرمشين. فكتدخلوهم الفرن اللي تيكون ساخن من قبل على اعلى درجه، كتدخلوهم كتشعلوا عليهم من الاسفل، كتخليهم حتى كيطيبوا مزيان مزيان من الاسفل، كيبداو هكذا كيتقرمشوا كيتورقوا، كتشعلوا عليهم من الاعلى حتى كيتحمروا. بالنسبه للفرن الكهربائي فكتخليهم يطيبوا على فرن على درجه 180 درجه. هنا من بعد ما كيطيبوا تيكون هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو غايه في اللذه، مقرمشين وهشاش في نفس الوقت، كيجيو مرقين كيف ما كتلاحظوا بطريقه اللي اسهل منها ما كاين. تخليك انك تحضري كميه اللي وفيره في وقت اللي وجيز بلا مجهود، وايضا بلا كثره المراحل. كان هذا هو الشكل ديال المملحات اللي حضرت معكم اليوم. طبعا نتوما غادي تفنوا في الحشوه كديروا اللي عندكم متوفر. المهم انا وريتكم الطريقه ديال التشكيل اللي كيف ما قلت لكم ما كاين مسهل منها. فإلى هنا تنكون وصلت لنهاية الفيديو، نتمنى يكون نال الإعجاب ديالكم. طبعا اللي وصل معايا لهذه المرحلة من المشاهدة فكنبغي نقول لكم شكرا على حسن المتابعة، الله يجازيكم بكل خير. إلى هنا تنقول لكم سلامة مع فيديو جديد وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله ومع السلامة.